السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أول كورس عربي من برومبت انجينيرينج. لا شك أن كل عصر له مميزاته، فمثلا في الألفية السابقة كان أهم ما تتميز به هو اختراع الكمبيوتر، ذلك الاختراع العظيم الذي حول العالم من عالم ورقي إلى عالم رقمي، انتقالا إلى اختراع الإنترنت وتحويله للعالم إلى قرية صغيرة، وصولا إلى الهاتف المحمول، وما تلاه بعد ذلك من اختراع الهاتف الذكي بتقنياته المتطورة. ولكن أهم ما يميز الوقت الحالي هو الذكاء الاصطناعي بمهامه التي تتفوق على الإنسان، وكما هو الحال في أي اختراع، الكيان والفرد الذي لا يواكبه يتراجع سنين ضوئية إلى الوراء، وتتكون هوة كبيرة بينه وبين العالم. يسير العالم بسرعة إلى الأمام، بينما الكيان أو الإنسان الجامد يتراجع بسرعة إلى الوراء. ولذلك نحن بحاجة إلى مواكبة الاختراع الثوري المسمى بالذكاء الاصطناعي. وهناك كورس لأساسيات الذكاء الاصطناعي في المنصة، وفي هذا الكورس سنتناول اللغة التي تستخدم للتحادث مع محركات بحث الذكاء الاصطناعي، والتي تمكنك من الحصول على أفضل نتائج من خلال تعاملك مع هذه المحركات. وهذا العلم جديد ويعد من أهم العلوم المستقبلية التي تعتبر أحد فروع علم الذكاء الاصطناعي الحديث. وفي محاضرة اليوم سنبدأ بمقدمة عن برومبت انجينيرينج، والذي يعني بالعربية الهندسة الفورية، ولكننا سنعرف الذكاء الاصطناعي قبل التوجه إلى البرومبت. ومفهوم الذكاء الاصطناعي هو جعل الآلة تفكر مثل الإنسان. وبتعريف أشمل، الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات العلوم الحاسوبية، والتي تهتم بإنشاء أجهزة وبرامج تستطيع تنفيذ مهام تتطلب ذكاء بشريا. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات والنماذج الرياضية التي تسمح للأنظمة الحاسوبية بتعلم البيانات واكتساب المعرفة والقدرة على اتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات والأنماط. والآن ننتقل إلى اللغة التخاطبية ومحركات الذكاء الاصطناعي. ولا شك أننا نقصد البرومبت، والبرومبت هو الاستفسارات بالعربية، والاستفسارات هي النصوص التي يقدمها المستخدم للنماذج الذكية، وذلك لتوجيه إخراج النموذج المطلوب إنتاجه من محرك الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تتراوح هذه الاستفسارات من أسئلة بسيطة إلى وصف مفصل أو إلى مهام محددة تعطى إلى محرك الذكاء الاصطناعي. فمثلا في داليه 3 أو بلو ويلو كما درسنا في الكورس السابق تكون الاستفسارات غالبا وصفية، بينما في نماذج اللغة الكبيرة مثل تشات جي بي تي أو جيميني تكون الاستفسارات عبارة عن جمل مصممة لحل مشكلات معقدة، وتحتوي الاستفسارات على تعليمات موجهة للمحرك بالإضافة إلى الأسئلة، وذلك إلى جانب البيانات المدخلة والأمثلة. وبما أننا عرفنا البرومبت، ننتقل إلى تعريف هندسة البرومبت بشكل عام. وهندسة البرومبت هي عملية إنشاء مجموعة من الاستفسارات أو الأسئلة التي تستخدم لتوجيه النموذج نحو النتيجة المرغوبة، وهي أداة فعالة لتصميم تجارب المستخدم، والتي تكون سهلة الاستخدام وبديهية أيضا. ويستخدم هذا الأسلوب غالبا في تصميم التفاعل وتطوير البرمجيات، حيث يسمح للمستخدمين بفهم كيفية التفاعل مع النظام أو المنتج بسهولة. ولنأخذ أول برومبت، وذلك عبر سؤال محرك الذكاء الاصطناعي كوبايلوت: What is prompt engineering؟ ونرى إجابته من المحرك كما التالي: Prompt engineering is a process of creating a set of prompts or questions that are used to guide the user toward desired outcome. It's an effective tool for designer to create user experience that are easy to use and intuitive. This method is often used in interactive design and software development, as it allows user to easily understand how to interact with system or product. وترجمة الإجابة: الهندسة الفورية هي عملية إنشاء مجموعة من المطالبات أو الأسئلة التي تستخدم لتوجيه المستخدم نحو المخرج المطلوب. إنها أداة فعالة للمصممين لإنشاء تجارب سهلة الاستخدام للمستخدم، وهذه الطريقة هي غالبا ما تستخدم التصميم التفاعلي وتطوير البرمجيات، مثل أن يسمح للمستخدم بفهم كيفية التفاعل بسهولة مع النظام أو المنتج. نأتي إلى السؤال التالي: لماذا نتعلم هندسة البرومبت؟ وما هو الدافع لذلك؟ والإجابة في 4 نقاط. النقطة الأولى: أنه مهم للبحث والاكتشافات والتقدم العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا في العلوم التطبيقية. ثانيا: يساعد على اختبار وتقييم حدود نماذج LLMs، وال LLM هي اختصار لجملة Large Language Model،
والتي تعني نموذج تعلم آلي عميق يقوم بتلخيص وترجمة والتنبؤ بالنصوص وتوليد النصوص البشرية لنقل الأفكار والمفاهيم. ثالثا، تمكين جميع أنواع التطبيقات المبتكرة من نماذج LLMs. رابعا، سوق العمل في مجال الذكاء الصناعي والبرومبت مزدهر للغاية. وهذه صورة لإحدى الوظائف لشركة أنثروبيك، والتي هي وظيفة مهندس برومبت ومكتبي، ونرى المزايا الكبيرة التي تقدمها هذه الوظائف في هذا المجال: راتب كبير، تأمين صحي، إجازات مدفوعة، وغيرها من الميزات التي لا توجد في الوظائف الأخرى. ويتبقى سؤال الدرس: ما هو برومبت انجينيرينج؟ أجب عن السؤال واضغط زر اللايك ليصل الفيديو إلى أشخاص آخرين. ولمزيد من المتعة والاستفادة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس إذا كنت على اليوتيوب. وإذا كنت تتابعنا على الفيسبوك لا تنسى اللايك والمنشن لأصدقائك الذين يحبون التعلم، وتابع صفحة فيكس كود. وإذا كنت مهتما بتعلم الذكاء الصناعي اشترك في كورس الذكاء الصناعي. وإذا كنت مهتما بالأمن السيبراني اشترك في كورس شبكات الكمبيوتر. وفي الدروس القادمة سنتعمق في شرح البرومبت وأجزائه ونماذجه والعديد من المواضيع الأخرى. نراكم في أمان الله.